الأسبرين، الدواء اللي كلنا عارفينه من واحنا أطفال. العلبة البيضة اللي موجودة في كل بيت تقريبا، واللي دايما بنسمع إن قرص أسبرين على الريق يمنع الجلطات. بس الحقيقة إن ورا القرص الصغير ده قصة علمية كبيرة، وميكانيزم شغل عبقري، ومشوار طويل بدأ من أكتر من 4000 سنة. اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن تأثير الأسبرين مش مجرد مسكن وخافض حرارة، ده دواء ليه طريقة شغل فريدة جدا، لدرجة إن تأثيره ممكن يفضل في الجسم أسبوع كامل من بعد آخر جرعة. وعلشان نفهم ده لازم نبدأ من الأول، من لحظة دخول القرص بقى جوه جسمك. أول ما الأسبرين يوصل للمعدة بيتفك ويمشي في الدم بسرعة ويوصل لحاجة اسمها الصفائح الدموية. الصفائح دي عبارة عن خلايا صغيرة جدا، وظيفتها تقفل الجروح وتمنع النزيف. المشكلة إن أحيانا الصفائح بتتجمع زيادة عن اللزوم وتعمل تكتلات، ومع الوقت التكتلات دي تتحول لجلطات خطيرة في القلب أو المخ. هنا يجي دور الأسبرين، اللي يعمل حركة ذكية جدا، يروح يقفل زرار مهم جوه الصفائح اسمه إنزيم كوكس، والزرار ده هو اللي بيخلي الصفائح تمسك في بعض. أول ما الأسبرين يقفل الزرار ده، الصفائح ما تقدرش تلزق، وبالتالي الجلطات تقل بشكل كبير. الجميل بقى إن الأسبرين بيكمم الزرار ده للأبد بالنسبة للصفائح اللي لمسها. يعني لو القرص لمس صفائح النهاردة، الصفائح دي خلاص اتقفلت مدى حياتها. وده السبب اللي بيخلي تأثير قرص واحد يفضل 7 أيام كاملة لحد الجسم ما يصنع صفائح جديدة. وعشان كده قبل أي عملية جراحية لازم الدكتور يطلب منك توقف الأسبرين أسبوع كامل. وبعيد عن موضوع الجلطات، الأسبرين ليه دور مهم في تسكين الألم وخفض الحرارة وتقليل الالتهاب، لكنه في الجرعات الكبيرة بيشتغل بطريقة مختلفة شوية. هو يمنع الجسم من تصنيع مواد اسمها بروستاجلاندينز، والمواد دي هي اللي بتخليك تحس بسخونة وألم واحمرار. لما الأسبرين يقللها، الألم يهدى والحرارة تنزل والالتهاب يقل. وده اللي كان بيخلي الناس زمان كانت تاخده لأي حاجة: صداع، ألم أسنان، ألم الدورة، ألم العضلات، أي حاجة تقريبا. وبالرغم من إن الأسبرين دواء قديم، إلا إن استخداماته لسه لحد النهاردة قوية جدا، خصوصا في موضوع القلب والشرايين. القرص الصغير اللي جرعته 75 أو 81 ملي ده اللي بنسميه الأسبرين الوقائي، وده بيبقى مناسب لناس معينة بس، زي اللي عنده ذبحة صدرية أو دعامة أو جلطة قبل كده أو سكر وضغط عالي ومحتاج حماية لشرايينه. القرص الصغير ده مش هدفه يسكن، هدفه يمنع التكتلات اللي بتسد الشرايين. لكن مهما كان الدواء مهم، لازم نتكلم عن مشاكله. الأسبرين ممكن يهيج المعدة ويعمل حموضة أو التهاب، وده سببه إنه بيقلل مادة جوه المعدة كانت بتحميها من الحمض. وعلشان كده ناس كتير لازم تاخده بعد الأكل، وفي بعض الحالات الدكتور بيكتب معاها دواء يحمي المعدة. ولو الشخص عنده قرحة معدة أو نزيف قبل كده، ساعتها الأسبرين ممكن يبقى خطر، ولازم الدكتور نفسه يقيم الموقف. وفي حالات معينة الأسبرين ممنوع تماما، زي الأطفال تحت 16 سنة، لأنه ممكن يعمل حالة نادرة وخطيرة اسمها متلازمة راي. وفي ناس عندها حساسية منه، دول مجرد قرص واحد ممكن يعمل لهم أزمات ربو شديدة. وبرغم كل ده، الأسبرين فضل واحد من أهم الأدوية في تاريخ البشرية. دواء بسيط رخيص وسهل، لكنه أنقذ ملايين الأرواح، وفتح الباب لفكرة إن الشرايين القلب ممكن تتحمي مش بس بالجراحات، لكن بدواء صغير بيتاخد كل يوم. وفي الآخر، الأسبرين مش مجرد قرص أبيض، ده واحد من أعظم الاكتشافات اللي غيرت شكل الطب وخلت الوقاية من الجلطات حاجة ممكنة وبسيطة. وده مثال حي على إن العلم مش دايما محتاج تكنيك عالي، أوقات بياخد شكل حاجة صغيرة جدا بس تأثيرها يفضل في الحياة لسنين طويلة.